من أنياب الزمالك الأهلي ينجح في ضم صفقة قوية بمقابل 15 مليون جنيه. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو الحالي. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي في منافسة شرسة مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج على نظيره فاركو بسداسية نظيفة. من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل الصفقات الجديدة للنادي الأهلي استعدادا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025 في منتصف الشهر الجاري. وخلال الفترة الأخيرة كتب حسن عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: الأهلي أتم اتفاقه مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم أحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 15 مليون جنيه. وقد أشار نجم الأهلي السابق إلى إعارة أحد لاعبي فريق الشباب، ويجري اللاعب حاليا إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى بعثة الفريق.